مزيج من طعم اللقيا، خليط من الرحيق المصفى والأحاسيس المرهفة. يجترنا الجمال عنوة، والحروف تمضي مفعمة حينما تدرك أنها تسلك سبيلا جميلا إلى سر الجمال. سر الجمال. سر الجمال. نجوى آدم عوض، إيمان محمد الحسن. المستمع الصديق، أهلا بك وأهلا بهما في سر الجمال، وهما كل الجمال. شوفوا الجمال والرقة والذوق والحلاوة في طبعه أخلاق الملاك، حتى الزمن ما بدله. كل الجمال والرقة والذوق والحلاوة. أرحب بضيفي الأول وأقول إنه أشبه بالرحالة، فمن خلال عمله الإنساني زار بلادا كثيرة جدا. تعرض لأجل أداء واجبه للكثير من المشاكل والمخاطر وليكمل مهمته التي نذر نفسه لها. كانت الدراسة الجامعية والعليا ما بين السودان وهولندا وسويسرا. بدأ العمل بالسودان، ثم انتقل إلى أثيوبيا ثم كينيا كأول محطة خارجية، وتدرج بعدها وترحل. عمل مديرا قطريا للإغاثة الإسلامية البريطانية، ثم مديرا إقليميا لمؤسسة الإغاثة الإنسانية، ثم مديرا للبرامج الدولية مسؤولا عن مؤسسة الإغاثة الإنسانية حول العالم في بريطانيا ببرادفورد. دكتور صلاح عبد الملك دعاك، أقف على مداخل سر الجمال وأقول لك: يرتبك الليل حين يخطف الأثير صوتك الدري لامعا كنجمة الصباح، يرتدي مع انبثاق الفجر ثوبه الندي وشاح، يأخذني إلى قلاعه رهينة مهيضة الجناح، فتستريح بعدها الجراح وترقد الرماح مستقبلا عينيك. مرحبا بك في مدخلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحييك وبحيي كل المستمعين على امتداد أثير إذاعة أم درمان، وأنا بشكرك جدا على هذه الافتتاحية والاستقبال اللي هو لخص كثير من مسيرة العمل الطويلة وبشكر كل اللي حيشاركون إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن أرحب بضيفي الثاني الليلة، الفنان مجذوب أنثى في ضيافة دكتور صلاح دعاك وأنا. هذا الصوت الحنين تسمعه بكل حواسك، يبكي القلب منك، فمع مجذوب أنثى نمتلئ جميعا بالشجن. مساء الخير، مرحب بك سر الجمال. والله رحب بكم انتوا برضو. لخ الصديق صلاح دعاك، وصلاح ده من أولادنا من منطقة الدامر طبعا، ودي يعني بتدي الحلقة حلاوة أكثر يعني. أو بالمناسبة هو اللي اختار يعني الليلة. لا والله احنا الاثنين اختياره في محله والله. وبرضه خد نجوى، أنا لي معك حلقات ذكر سجلنا حياة زمان كثير جدا. والأستاذة إيمان الله يديها العافية. فيا إيمان إن شاء الله حدي لك أغنية بعدين حتكون نفس الأغنية المعنى يعني. فعلا لنا حلقات كانت رائعة وجميلة جدا معك. وإن شاء الله نقضي وقت جميل إن شاء الله. دكتور صلاح دعاك، بمجرد الاتصال بك اخترت مجذوب أنثى. هو بيقول إنك بلديات ولك أنت مواقف. نعم، هو طبعا بالمناسبة هي الحلقة دي فيها مصادفتين. المصادفة الأولى أنا التقيت بالأخت نجوى في الجامعة العربية، وما كنت عارف إنه هي حتكون المستضيفة للحلقة،
وأنا قعدت في الجامعة العربية فترة أيام الحرب الليبية، وعرفت من خلال زملاء إنه المذيع السوداني عنده إسهاماته وعنده عطاؤه، وتعرفت بها قبل ما أجي الاستوديو. فهي كانت من الشخصيات اللي أنا بفتكرها مثلت الإذاعة السودانية بشكل جميل حسب الروايات الغير مجروحة من الزملاء في الجامعة. أما الأستاذ مجذوب أنثى، هو طبعا عندنا بيه علاقة يعني من الوالد، كان حسب ما نحن نشأنا في الأبيض، فكان كتير بيذكر لنا الدامر وبيفتكر إنه الأستاذ مجذوب أنثى والعطبراوي هم محطات، كأنما هم الفنانين الوحيدين اللي قدرنا نعرفهم خلال الفترة دي. وعندي معه مواقف تانية. مرة التقينا أيام كان الحكومة جابت فضل الظهر، نعم. فأنا كنت طالب في الجامعة، فإذا بسيارة جيف وكان فيها الأستاذ يا أخي ده موقف. لكن طبعا هو أساسا يعني ألونسا في الدامر، أهلنا الله يرحمهم كانوا سياق يوم من الأيام، كانوا أسرة دعاك، هو جده محمد اللمين. نعم دعاك صح؟ نعم. فبيتذكروا شخصية لا وزنها في الدامر، وبعدين أسرة ناس دعاك ده بحية الأسرة الكبيرة في الدامر ومشهورة يعني. نعم. وبحيي هنا كلنا في الدامر وفي نقزو وفي عطبرة وبحيي برضو المستمعين في كل أنحاء السودان يعني. عايزين تحية مدوزنة للدكتور ولينا وللمستمعين. والله أنا عارفك يعني بتحب مطر الشجون عشان كده عارف أبدأ أغني لك، بتحبي الحلقة دي بس ما تسألني مواقفي معاها. شكرا لك. لما الحب يطل الحاضر من مطر الشجون الماطر، لما الحب يطل الحاضر من مطر الشجون الماطر، تتفتح أزهار الإلفا، تبقى الكلمة عفو الخاطر، تتفتح أزهار الإلفا، تبقى الكلمة عفو الخاطر. تعرف كيف بعزك أنا، تعرف ليه بريدك أنا، وكيف صعبان علي أهاجر، صعبان علي أهاجر. ما بين خاطرنا المحتار بنا مالي باقي جدار، ما بين خاطرنا المحتار بنا مالي باقي جدار، فيه الحيرة فيه الغيرة فيه الخوف من الأقدار، إحساسات بعيش براي بين همي وخيال الشاعر، لما الحب يطل الحاضر
كان بيتمنى كان يتمنى كان بيتمنى أنا كنت بيتمنى كان يتمنى كان يتمنى كان يتمنى تهنى معاي وما يطول معاك أساي كان يتمنى تفرح بي زي ما بقيت فرح دنياي كان يتمنى كان يتمنى بس أحزاني أكبر مني أحزاني أكبر مني فيها الخافي ليك والظاهر لما الحب يطل الحاضر بس آلامي ما بتسنيني ما بينضب معاها معيني بس آلامي ما بتسنيني ما بينضب معاها معيني ما بتهون علي أحلامي يفضل دي معالي جبيني ما بتهون علي أحلامي تفضل دي معالي جبيني يا وطني العزيز الغالي يا مرتاح خوالي سنيني يا وطني يا جميل يا غالي يا مرتاح خوالي سنيني بكرة الخير يعود يا ناس يلفى وريد وخير وبشاير بكرة الحب يعود يا ناس يلفى وريد وخير وبشاير لما الحب يطل الحاضر من مطر الشجون الماطر تتفتح أزار الإلفا تبقى الكلمة عفو الخاطر تعرف ليه بعزك أنا تعرف كيف بريدك أنا وكيف صعبان عليا هاجر صعبان عليا حي أخونا حسين أنسة الذي صاغ هذه الكلمات الجميلة. الله يا أستاذ مجذوب، يعني بتحلق بينا في سماوات تانية وما معروف متين نعود منها. لما تنتهي الحلقة دي بعد شوي نحيي الشاعر الجميل حسين أنسة يعني، ولو معك أغنيات كثيرة وكلها رقيقة وجميلة. حسين أي حسين طبعا أخوي الأكبر يعني، ومن حظي يكون أخوي شاعر يعني وفر عليه مسافات كثيرة. بحييه أسرته، ونتمنى كان يكون معنا في الجلسة. كنا نتمنى يعني، ونتمنى إنه يكون معنا في حلقات قادمة تكونوا مع بعض إن شاء الله. دكتور صلاح دعاك، محطات كثيرة نقف عندها في مسيرتك الحافلة بالعطاء. نبدأ من كردفان، من الدامر إلى كردفان. الوالد يمكن يعني بحكم عمل جدك لوالدتك تاجر وسياسي ورجل دين معروف،
وهذه فيما بعد نتناقش حول أنها قربتك يعني من مشايخ الصوفية خلال فترة عملك الأول في السودان، والوالد أيضا عمله كمعلم وخطيب وإمام مسجد. يعني هذه النشأة المثقفة المتصوفة. نعم، أنا بشكرك جدا أنا ما كنت عارفك، يعني دخلت في التفاصيل فمرات المذيعين ده اللي يفاجئوك بتفاصيل انت ما انا اول داير اعلق على الاغنيه اللي قبل شويه. انا بفتكر يعني لو بدينا نقارن بين الفنان القديم والفنان الجديد، او في الحقيقه هم بالعكس، هم الجديد نفسه، بنجي نلقى استاذ مكذوب انثى وكل الرعيل اللي غنى ولحتى الآن هم بيطربون بكلمات راقية، هم غنوا في فترة ما كان في المحسنات الصوتية اللي هسه حاليا ساوند سيستم وما عارف ايه، عشان بتجي تلقى كان في أصالة في الصوت، وهسه في قوة وفي قوة. يعني هسه أنا بسمعه مباشرة من غير أي وصوت يطرب. صحيح. بتجد هسه حاليا الغناء دخل فيه جيل جديد، وانا بفتكر التكنولوجيا دخلت في التحسين. يعني انا بفتكر لو في لجنة المصنفات او بتجيز الاصوات بس تجيب الواحد تقول له غني لنا على الهواء. فانا بشكرك جدا. وكمان يعني في حاجة تانية، البصمة. يعني انت تسمع في الإذاعة مثلا من أي جزئية عارف إنه ده الفنان مجذوب أنثى، ده الفنان عثمان حسين، أحمد المصطفى، وحتى بالرجوع لورا يعني لكثير صلاح ابن البادية، البصمة موجودة. بس محظوظين جينا الحمد لله، جينا في فترتهم أو جينا بعديهم، لأنه يعني أنت لما تلقى العمارة مبنية كويس وفيها لسه سيخ لا فوق شوية كده الأساس متين. الأساس متين، وعشان تطلع السيخ ده مشكلة. أنت واصلت في فنحن جينا ولقينا الناس زي قدامنا، وبعدين كانوا هم بيوجهونا، وبعدين لو أي زول غلط الزمن داك بيواجهوه، ما في نفاق اجتماعي زي ما بيحصل حسين. نعم، ودي بتدخلنا بعدين يا أستاذ مجذوب في مسألة التواصل. أي شكل من أشكال التواصل هو اللي مفروض يكون؟ يعني في حد يقول إنه بيتواصل، لكن بيتواصل، هل يتواصل بإنه فقط يتغنى لفنان آخر، ولا التواصل بكل أشكاله؟ أنت ترتبط بالفنان، تأخذ منه، وأهم حاجة يعني إحنا ما جينا من فراغ، يعني إحنا أساسا زي ما قلت جينا لقينا خط ماشي، لكن الخط ضاء ما فيه خطوط يعني بتاع الزوايا ولا يعني هذيك البتاع ديك تمشي لها خلاص. أيوه نعم. فزمان كان في في موجهات وفي ناس بيوجهوك، وحتى لو أنا بتذكر مرة يعني دي فرصة، مرة جيت التلفزيون ولابس لي قميص الزمن ده اسمه تحرمني منك. ايوه. وبعدين طبعا بيلبسوا الشباب في خطوط كده في فاتذكر هو معمول كان بيلبسوا الاستاذ الكبير عبد العزيز مبارك. نعم. الحلقه دي ولانه من الاغنيه بتاعته تحرمني منك، الزمن الجميل ده. نعم. فالمهم سموه تحرمني منك، فانا جيت ولد قاشر كده، فبعد ما عملت البروفه في التلفزيون انتهت البروفه، وبعد شويه ممكن نخش بعد ساعه كده. نعم. تجي على الكاوة. نعم. بس ناداني على جنبه قال لي اسمع ترجع البيت حسي تقلع القميص ده وتلبس بالتلفزيون يا ولد، التلفزيون زمان الناس بيوجهوك يعني هو كان تربيه وفن. ايوه نعم. نرجع للنشأة انا طبعا يعني بفخر جدا بالنشأة لانها ما حصرتني في منطقة معينة. يعني انا افتكر هي كانت نحن من الدامر من الشعب ديناب، والوالد جدنا كان في منطقة بعيدة هي منطقة المجلد. نعم. اللي فيها يعني هسه حاليا قريبة من منطقة أبياي وفيها صراعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يعم السلام في المنطقة. النشأة هناك أنا وخلي لحد كبير ساعدت الواحد في إنه يقوم ما عايز أزكي نفسي، لكن كانت ما في مؤثرات كثيرة. يعني المجلد كان إحنا عندنا البيت والمسجد فاتح في البيت، وبتجي تلقى حتى رفاهيتك هي في داخل المسجد. يعني لو كانت الخلوة أو بعد شوية تجي تلقى في دروس بتساعد فيها أو بتقعد فيك. فالفقه كله تقريبا الواحد كان درسه على يد مشايخ مباشرة. ما كان في تلفزيون حتى بيخليك يعمل لك ديستراكشن، بتلقى نفسك انت فوكس من صغير في المسجد وفي البيت وفي المدرسة. بذكر أساتذتنا في الفترة ديك، يعني الأساتذة اللي درسونا في المجلد هم شيوخ وهم عمدة بتاعين قبائل.
يعني في منطقة المسيرية الأستاذ مصطفى النعيم ربنا يرحمه، الأستاذ محمد جلال الدين هو كان مدير في المدرسة في الفترة ديك. فما بتشعر بأنه الأستاذ هو منكسر، هو شاعر بأنه هو أستاذ وهو رئيس قبيلة، وكتيجي داخل في الفصل بتسمع، حتى الآن أسمع أصواتهم وتفسيراتهم والصوت الجهور اللي كان بيحدثك به، تشعر به صوت واثق يعني. فأنا أفتكر رغم أنه عشنا في الفترة ديك، لكن أفتكر كانت إضافة كبيرة للواحد ثقافيا، خلته ما يكون منتمي لمنطقة واحدة. يعني حتى أنا في لهجتي ما أتكلم، يعني مش أخذت لا من الشمال ولا من الغرب، كانت خليط، يعني هي خليط، وفي نفس الوقت ادتني النظرة القومية. يعني أنا هسي ما قاعد أتحيز، أحب الدامر وأهلها وأحب الكردفان وأحب المجلد، فكأنما السودان كله هو في داخلك. جدنا بشير التجاني كان هو يعني رجل سياسي وأديب، وكان في البيت أنت بتلاقي كل الناس الكبار، يعني الرؤساء الأدباء شيوخ القبائل، وكان زي هو البيت أقرب لأنه هو منتدى. يعني شهريا بتجي تلقى شيخ من الشيوخ اللي بيجي إما من المغرب أو من مصر، شيوخ الصوفية، يجي ويقعد أسبوع 10 يوم بيدرس في المسجد. فكان برضو فيها قربة كده مع بعض الأسماء الهسي نحن بنسمعها كبيرة. يعني أنا أذكر عرفت إنه جدا عنده ولد اسمه محمد الحافظ، هو خالنا، فعرفت انه محمد الحافظ الشيخ التجاني الكبير هو كان موجود في البيت يوم الولادة نفسها، رغم ان المنطقة كانت بعيدة، لكن كانت برضو بتديك كأنك انت مرتبط. وانا خلي دي برضو بترجعنا انه السودان نفسه في الفترة دي كان المواصلات، السكة حديد، الاتصالات، رغم انه كانت في فترة بعيدة، يعني في الكلام ده في السبعينات وفي الثمانينات، لكن كان التواصل موجود. أنا أذكر هو في المجلد وبيتكلم مع لندن، في المجلد وبيتكلم مع أخوه في دبي. الكلام ده الناس الآن تطورت كل الوسائل وبعدت فالوالد برضو كانت نشأته كمعلم. والدنا هو تخرج من جامعة أم درمان الإسلامية، وكانت عنده قصة ظريفة إنه وزعوه لمدرسة الملك البنات، وعنده أخوه خلينا الفنان ميزوبونسا بيعرفه، فقال له أنا أجي أزورك في مدرسة البنات. فجاء، أو في الحقيقة هو مش عارف إنها بنات، وعارف إنه مدرسة الملك، والوالد خلاص يعني لبس بنطلونه كده وقال بقى أفندي. فهو جاء زايره في المدرسة، لقاها المدرسة بنات، فقام خش له في الفصل في المكتب، قال لي ما تمشي شوف لك شغلة رجال. طبعا الكلام ده بالنسبة له كان خطير، لو وصل الدامر ووصل الشعدناب انه للأسف بقى أستاذ مدرسة بنات. وطبعا ده هسي النظرة دي والناس اتغيرت، وهو برضه كنت مشى درس في مدارس البنات في المنطقة ديك، فمنها طوالي طلع وأخذوه قال لي أنا عايز أمشي أي منطقة لمكتب التعليم. قالوا له هنا تاني ما في، لا في مدرمان والخرطوم، لكن في منطقة اسمها المجلد. يعني في الفترة دي كان اسمها مش موجودة أصلا فقال لهم بس أمشي هناك. فعليه حال مشى والتقى بالوالد جدنا بشير وتزوج من هناك، رغم إنه جدنا بشير برضه هو من الشمالية أو بيسموهم الجلابة اللي بيكونوا هناك. فدي كانت لو ما عمنا اللي هنا خش له في مدرسة الملك ما كان التقى وكان مسيرتك كلها تغيرت يعني. يديك العافية. نعم. وما
كل هذه الشخصيات من حولك، السيد الوالد معلم وجدك والمعلمين هناك من هذه الشخصيات الكبيرة، كيف ساهمت في بناء شخصيتك؟ أنا طبعا الوالد كان له أثر كبير جدا. أنا ما لقيت الوالد رغم أنه كان عنده، هو بيترحل يعني، درس في المجلد، درس في مدرسة بابا نوسة، ودرس في مدرسة خرطقت، كان هو من المدراء الأخيرين لخرطقت، وبأنها أصبح زي مدير للتعليم في خرطقت. كانت من المدارس الكبيرة جدا، كبيرة نعم. جدا. لكن رغم شفت الترحال ده، درس برضه في مدرسة اسمها بزبد الثانوية. يعني عنده هسي، أنا أدخل كثير من الوزارات وكثير من المناطق يجيني واحد يقول لي يا أخي أبوك درسني وكده. فكان عنده صناديق ضخمة جدا متحركة، الصناديق دي كلها كتب. يعني رغم أنه كان ترحيله متعب، فقمنا لقيناه بيدرس، لقينا في البيت فيه كتب. يعني الواحد من صغير وهو عرف الكتاب وأنواعه، وكتب من نوع معين، كتب فكرية. فيخلي دي برضو كانت تراكميا ساعدت في أنه الواحد يتوجه للعلم. وفي ناس كانوا بيفتكروا أنه الوالد بيدرسنا في البيت. يعني نحن طبعا ما شاء الله، وانتوا تقولوا ما شاء الله. هنمسك الخشب. نحن 9. نعم. 4 من الحمد لله كانوا أطباء، وكانوا في البيت يعني ناس أخواني كلهم ما شاء الله يعني كانوا متميزين في التعليم. يمكن لحد كبير الناس مفتكرة إنه المسألة كانت هو بيدرس، بيقول لك يا أخي أولاد الأستاذ بيدرسهم. كان كل ما يجي يلقانا بنذاكر يقول لك يا أولاد ما تخلوا، تعالوا كده نقعد، وما يوم الخميس ده ما تقروا كده. فالمسألة ما كانت بالتدريس المباشر، لكن كان في توجيه عام في إنه العلم هو مفيد. نعم. وخلت الواحد يكون يشعر بأنه في مسؤولية أمامه، هو وجوده كمعلم وكمدير للمدارس الفترة دي، وإنت في الفصل وزملائه بتشعر بمسؤولية. أكيد. في إنه لازم تجتهد. من الأشياء اللي كانت هو والدنا وجدنا بشير كان برضو أذكر عنده موقف غريب. في الابتدائي هو كان زي رئيس مجلس الآباء، ونحن صغار ما عارف الحاصل. ففي المجلد كان كل المدارس في المنطقة بيجمعوهم في مركز واحد عشان يمتحنوا للامتحان للعالي المتوسطة في الفترة دي. فأنا أذكر دخلت الامتحان وانتهينا، وهو كان يجيزوا النتيجة. فكنت جاي الثاني في اللجنة بسموها. أذكر إنه يعني شعر هو بأنه في حاجة، لأنه هو رئيس الآباء، كونه يجي ولده ويذيع الأشياء. فدي كانت برضو من الحياة تشعر بأنه مسؤولية، ما دام أهلك مسؤولين من التعليم فيجب أنك تكون قدر المسؤولية. نعم. ما كان في تدخل، يعني توجيه بشكل عام بالنسبة لكم أنتوا الأبناء، ما كان في تدخل في شكل الدراسة، في التوجه علمي أدبي؟ أنا اللي عايز أقول لك، أنا هسه قلت الكلمة دي برضو لأنه شعرت بأنه في ناس بتخيل إنك عشان ولدك ينجح لازم تعصره وتجيب الأساس تدرسه. لا، أنت عليك توريه الثيم العام في إنه دي الطريقة اللي بوصلك. نعم. ولازم تكون ناجح وانت تكون. فمن بدري جدا الواد بيخلق أولويات سليمة. لكن لو حاولت انك تفرض عليه الاشياء انت تكون وجهته غلط. بالضبط. يعني انا اذكر الشيء الوحيد اللي توجهت به، وكان يعني جدي ووالدي كانوا من بدري جدا يقول لك يا دكتور. يا سلام. لكن دكتور شنو أنا ما أعرف. كحلم أي أسرة، دكتور طبيب. يعني يمكن حلم أي أسرة سودانية في الزمن ذاك إنه ابنها يا إما دكتور أو مهندس. بالضبط. أيوة بالضبط. فدي خلي كانت هي التوجه الكبير، بتشعر بأن الناس دي عايزاك تكون دكتور، عايزاك تكون طبيب وكده. فأنا غايته شخصيا يعني بفتكر حظينا بقدوة سليمة وآباء، وهم بيشبهوا أباء كل الناس الموجودين في الفترة ديك في السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى الناس الموجودين في الفترة الحالية ما تشغلهم يعني مشاكل الحياة وزخرفة بأنه يبعدوا من أبنائهم التوجيه اللي مفروض. يعني هسي بعض الناس حتى بيجوا يضربوا في التعليم، يقول لك الأطباء كتار ونحن التعليم. انت علم ولدك، بعد ذاك اللي يكون هو جاهز كونه يشتغل شنو دي خليه له. طيب احنا هنا قبل دخول كلية الطب نترك لك المجال لحضرتك والأستاذ مجذوب،
فماذا تختار أو تطلب؟ والله أنا بحييك يا دكتور وأحيي فيك الكلام اللي قلته ده كلام جميل. وأنا أنا شخصيا يعني ربيت أبناء وبنات الحمد لله ما شاء الله وغريتهم. فنحن بنخلي الزول على راحته يعني ميولي الإنسان أصلا ميولي من هو صغير تظهر. صحيح. يعني أنا عندي واحد من أولادي حسي في جامعة السودان في كلية الفنون. فهم كان صغير كان به هو يعمل الديكور ويعمل حياته يرسم هنا. سبحان الله من هو صغير يفنقنا الزول وفعلا مشى وجاء بقى فينا. فحقه الزول يا دكتور يخلوه على راحته يعني. بالضبط. لأنه يمكن هو بتكون في سن معين يمكن يكون عنده مزاج في حاجة معينة. بحييك مرة أخرى يا دكتور يا أخي. أيوة أنت عارف إنه عزيز أنت يا وطني هي من يعني من الأغاني اللي نحن يعني حبها مش كل السودان وكل يخليك عبر الأجيال. يعني هي أغنية تعبر عن الوطن وخاصة الوطن في اليومين ديل بيمر أيوة نسأل الله سبحانه وتعالى إنه أغانيكم دي تكون هي دافع معنوي في إنه نحن نطلع من عنق الزجاج إن شاء الله. لا إن شاء الله حنطلع. عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن. برغم صعوبة المشوار رغم ضراوة التيار. برغم صعوبة المشوار رغم ضراوة التيار. سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن. برغم صعوبة المشوار كل ضراوة التيار. برغم صعوبة المشوار كل ضراوة التيار. سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. حياتك كلها قيم. حياتك كلها قيم تتوج همة شمها همة. حياتك كلها قيم. حياتك كلها قيم تتوج همة شمها. فكم في الدرب من ضحوا. كم في الدرب من ضحوا. كم في الخلد من شهداء.
وفينا عزمهم يصحوا هم بالروح قد ضحوا وفينا عزمهم يصحوا هم بالروح قد ضحوا هم بالروح قد ضحوا وأهدوها بلا ثمن النيل الذي أرسى النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا لك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا حضارات به كانت لنور الحق ميلادا حضارات به كانت لنور الحق ميلادا تراعي قيمة الإنسان يا وطني تراعي قيمة الإنسان يا وطني وتحمي عزة الأوطان يا وطني تراعي قيمة الإنسان يا وطني وتحمي عزة الأوطان يا وطني فيا وطني نحن فداك في المحن يا وطني عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار برغم صعوبة المشوار كل ضراوة التيار سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن